بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان حلقتنا النهاردة العنصر البشري والكيان المزدوج، وده مدخل موضوعنا في الكلام عن القيم. والمقصود بالقيم هو العلاقة بين القيم المادية والقيم المعنوية بالنسبة للعنصر البشري، ولا نعني بها الأخلاقيات، وإن كنا قد نتعرض لها إذا لزم الأمر. العنصر البشري كان مزدوج مكون من الجسد والروح، والتكوين ده بيفرض عليه قوانين معينة بيتعامل بيها مع نفسه ومع البيئة المحيطة ومع المجتمع من حواليه. القيم المعنوية هي أصل كل القيم المادية، وعشان نوضح الكلام دون، الإنسان مكون من روح ومن جسد، والجسد هو تجسيد للروح، بمعنى أن الراجل اللي بيرفع البصمات بيرش، على سبيل المثال بيرش سبراي على مكان البصمة علشان يجسد البصمة وتظهر ويقدر يرفعها. كذلك الجسد هو تجسيد للروح أو وعاية، الوعاية اللي بتعيش فيها الروح. لو جبنا جسد وروح لإنسان وقفنا جنبه جثة بدون روح، هنلاقي ان كل ادوات الادراك موجودة في الجسدين، او في الجسد وفي الجثة. السمع، الاذنين موجودين في الجثة، والعينين واللسان والانف وحواس، والجلد اللي هو يعتبر حواس اللمس في الإنسان، كله موجود في الجثة وكله موجود في الجسد، بس ما نقدرش نقول عليه حواس في حال الجثة، يطلق عليهم حواس في حال وجود الروح داخل الجسد. والفرق بين الجسد والجثة، الجثة بنقولها على الجسد في حال خروج الروح، والجسد بنطلقه في حال وجود الروح داخله، بحيث ان هو الوعاية اللي بتجسد هذه الروح. ومعرفتنا بالإنسان معرفة إدراكية، بمعنى ان احنا بنتعرف عليه من خلال المظاهر اللي موجودة واللي تدل على وجود الروح بداخله. يعني احنا لما بنبص في المراية ما بنشوفش نفسنا، بنشوف الجسد، انما لا نرى الروح. والانسان طول ما الروح موجودة داخل الجسد بيمشي بالبطاقة التعريفية الشخصية اللي بتميزه عن غيره من البشر اللي زيه. بمجرد خروج الروح بتتشال عنه البطاقة التعريفية، فقيمة الإنسان في القيمة المعنوية اللي موجودة داخل الجسد، وبتزول القيمة المادية للجسد بزوال القيمة المعنوية وهي الروح. وكذلك بالنسبة للقيم الأخرى، وهي القيمة الاجتماعية والقيمة العلمية والقيمة الثقافية إلى آخره من القيم، كلها مصدرها والمنبع بتاعها هو القيمة المعنوية للعنصر البشري. في المثال بتاعنا لإدراك العنصر البشري، هو مشهد من مسرحية مدرسة المشاغبين، وفي ولي أمر طالب من الطلبة موجود مع ناظر المدرسة، والباب بيخبط، فبيسأل ولي الأمر مين ده اللي على الباب. وده يدل على ان الانسان بيدرك بالحواس، والحاسة اللي بيستعملها هنا هي حاسة السمع. الباب بيخبط، بيسأل مين ده. احنا ما بنعرفش مين اللي بره على الباب الا لما بيتكلم هو، بتظهر القيمة المعنوية اللي بتظهر القيمة المعنوية اللي بيجسدها الجسد، وبيبدأ يتكلم يقول انا فلان. بيرد ناظر المدرسة بيقول ادخل يا جابر. هنا في حوار بين العقل الواعي والعقل الباطن. العقل الواعي كان محضر وعارف ومنتظر ان اللي هيدخل هو جابر، وبالتالي العقل الباطن أخذ منه المعلومة، وناظر المدرسة بدأ ينشغل بالأوراق اللي موجودة معاه بالعقل الواعي، فالعقل الباطن بيحل محله ويقول للسان إن اللي بره جابر، وبالتالي بيقول ادخل يا جابر. اللي بره الباب بيعرف نفسه، لأن علاقتنا بيه علاقة إدراكية وبيننا وبينه الباب، ووسيلة الإدراك اللي موجودة إلى الوقت الحالي هي وسيلة السمع. فناظر المدرسة بيقول له ادخل يا جابر، هو بيعرف نفسه لأن بيننا وبينه حاجز، بيقول له أنا مش جابر، أنا علام.
وبالتالي الناظر بيدرك بالعقل الواعي ان هو علام، وبيقول له ادخل يا علام، وبيرجع تاني الناظر يركز في الاوراق اللي موجودة معاه، وبينوب عنه العقل الباطن، لان العقل الواعي مركز في الاوراق، والعقل الباطن بعد ما بيسمع الخبطة التانية على الباب بيقول له ادخل يا جابر تاني، لان كان اخر معلومة مستلمها العقل الباطن من العقل الواعي هي ان هو منتظر جابر، رغم انه سمعه وقال له ان انا علام، بس كان الكلام بالعقل الواعي. وده بيتكرر ويعتبر محاكاة للواقع، الحوار بين العقل الواعي والعقل الباطن. وبيدخل جابر وبيعرفنا بنفسه، بيدخل علام وبيعرفنا بنفسه، وبيبقى هنا وسيلة الإدراك سمعية وبصرية، وممكن باقي الحواس بتعمل في حال وجوده في نفس المكان. ادخل يا جابر. انا مش جابر يا عبد الناصر، انا علام المدواني. انا علام. انا عايز سيادتك في موضوع خصوصي. طيب يا علام. ادخل يا جابر. يا عبد الناصر قلت لك انا مش جابر، انا مثل علام المدواني. ايوه يا علام. انا عايز سيادتك في موضوع كبير على جانب عظيم من الخطورة والأهمية. طيب يا علام. ما تخش على الفاتوره السنه هتيجي من بره، مش هخش تليفون تاني. طيب الموضوع ده بيفيدنا في ايه؟ الناس قالوا لسيدنا موسى عليه السلام أرنا الله جهرة. طيب بالعقل والمنطق لو الإنسان بيفكر بواقعية، شوف نفسك في المراية الأول وبعدين قول اطلب انك تشوف ربنا سبحانه وتعالى. قلنا ان التكوين البشري بطبيعته المزدوجة له قوانين بتحكمه، وان هذا التكوين بيفرض عليه وسائل معينة للإدراك، ووسائل هذه الإدراك لا تدرك أو لا يرى نفسه بعين اليقين. يعني الإنسان لما بيبص في المراية بيشوف الجسد، ما بيشوفش الكائن الحقيقي اللي بيشخصه، وهو الروح اللي هي بتحمل القيم والثقافات والعلوم خلال الفترة الزمنية اللي بيقطعها على خط الزمن من تاريخ الميلاد إلى تاريخ الوفاة. فلو الإنسان بيفكر بواقعية مش هيقول أرنا الله جهرة. طب شوف نفسك الأول، بص في المراية، لو قدرت تشوف نفسك الأول يبقى تطلب ان اشوف ربنا سبحانه وتعالى. والكلام ده بيفيدنا في ان احنا بنستدل بالمنظور على غير المنظور، بمعنى ان احنا بندرك الروح من خلال مظاهرها على الجسد. بتخرج من الجسد، بيتحول الجسد كقيمة مادية الى جثة لا قيمة له، بتشال منه البطاقة التعريفية لهذا العنصر البشري اللي الروح انفصلت عنه. يبقى بزوال القيم المعنوية بتتلاشى القيم المادية. بالتالي بنستفيد من الكلام ده ان احنا بنستدل على غير المنظور بالمنظور، بنستدل بالمنظور على غير المنظور. ما ينفعش ابقى انا شايف الشمس والشجر والسماء والقمر والبحار والانهار واتجاهل وجود خالق فاعل لهذه المخلوقات كلها. ده كان موضوعنا عن العنصر البشري والكيان، وقلنا ان الانسان عبارة عن قيمة مادية وقيمة معنوية، وهنشوف ازاي ان شاء الله في الحلقات القادمة ازاي بيأثر كل منهما على الاخر، وازاي بينشأ الطريق المزدوج ذو الاتجاهين في تواصل الانسان مع نفسه والبيئة المحيطة والمجتمع من حواليه. شكرا لكم. دكتور هشام يوسف.